حال بالنساء المنتخبات إلى زيادة تدريب الشأن العام. مرة أخرى أجدد الترحيب بكم جميعا في مدينة القنيطرة، متمنية أن تكلل أعمال هذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح، وشكرا لكم جميعا. خلاصة العمل ديال اليوم هو واحد المؤتمر تأسيسي لمنتدى المنتخبين الديمقراطيين، اللي هو إطار اللي كتفاعل من خلاله جبهة القوى الديمقراطية مع قضايا الديمقراطية اللامركزية، الديمقراطية الترابية. طبعا الجماعات الترابية كتلعب واحد الدور أساسي، وجبهة القوى الديمقراطية من أجل القيام بمهامها بتأطير المنتخبين ديالها والمساهمة في توجيه العمل من خلال الجماعة الترابية. طبعا عندها بعض التصورات المشاريع اللي ممكن تطور من خلال هذا المنتدى. طبعا كما قلت بأن المواصفات ديال الجماعة فاعلة في التنمية، عندها 4 ديال المحاور. المحور الأول مرتبط باستقلالية الجماعة الترابية في مجال المالية، لأن نقل الاختصاصات لا بد أنه يوازيه مجهود في توفير مالية مستقلة للجماعات الترابية، خصوصا على مستوى التسيير. فيما يرتبط بالمحاور الأخرى مرتبطة بتأهيل العنصر البشري في محورين: المحور ديال المنتخبين، خاص يكونوا عندنا منتخبين قادرين على القيام بدورهم، فهم الاختصاصات ديالهم، ومؤهلين من الناحية القانونية والسياسية للقيام بهذه المهام. المحور الثاني مرتبط طبعا بالموظفين ديال الجماعات المحلية، اللي خص كذلك ما يخضعوش لمنطق من صياع الأعمال لتعليمات المنتخبين والرئيس بالأساس، ولكن كذلك يكونوا فاهمين الاختصاصات ديالهم. وهذا الشيء مرتبط بمدى المجهود اللي ممكن يتقام على مستوى التكوين المستمر. وطبعا المحور الرابع مرتبط بتفاعل الجماعة الترابية بالمحيط ديالها، وخصوصا من خلال الديمقراطية التشاركية. فيما يرتبط المحور اللي طرحته اللي مرتبط بغلاء الأسعار، الجماعة الترابية كذلك عندها مسؤولية فيما يرتبط بغلاء الأسعار، تنظيمها لواحد العدد ديال المرافق العمومية، خصوصا الأسواق ديال الجملة اللي عندها دور أساسي، وعدد من يعني تنظيم ديال الاختصاصات ديالها من خلال الشرطة الإدارية إلى غير ذلك. ولكن الدور الأساسي هو ديال الحكومة، لأن واحد العدد ديال الأسعار غلات لأنه كاين زيادة في الضرائب، وخصوصا على المواد ذات الاستهلاك الأساسي اليومي ديال المواطن. طبعا احنا كنتفهموا بأنه الظرفية العالمية صعبة، وبأن واحد العدد كبير ديال غلاء الأسعار ناتج على التضخم المستورد، يعني الأصل ديال المواد الأولية خصوصا بحال القمح إلى غير ذلك غلا في بلاصتو، بالإضافة إلى غلاء وسائل النقل. ولكن اللي بغيت نوضح بشكل أساس هو أنه كذلك هناك واحد العدد ديال المسببات ديال غلاء الأسعار، والنسبة ديال التضخم إلا بغى شي واحد يعرف واش صحيحة ولا ما صحيحاش هو الجيب ديال المواطن والعدد يعني النفقات ديالو اليومية، اللي كتبين بأن هناك لاهي في الأسعار في كل المجالات. وهذا وضع ما ممكنش يتحمل المواطن لمدة أطول، وما ممكنش يساهم في توفير أسس السلم الاجتماعي، بما يعني أنه الحكومة ملزمة بالتدخل عاجل من أجل أولا تخفيف من وطأة الأسعار بعدد من الإجراءات التحفيزية، من عدد الإجراءات الضريبية، وإحنا بالمناسبة بصدد مناقشة قانون المالية ديال 2023، ولكن كذلك بواحد العدد ديال الإجراءات اللي ما تخليش المواطن عرضة يعني السماسرة وديال الزيادات اللي ما يحكمها حتى قانون. ما عندناش السبة، وبالتالي خص الحكومة تقوم بالدور ديالها من أجل
التخفيف من غلاء الأسعار، لأنها بكل بساطة لا تطاق. اولا على هذه التغطيه الاعلاميه، انتم مازالين شباب تبارك الله، وهذه المهنه راه مهمه جدا. على اي حال عبد الرحيم شطيبه انتخبت اليوم كما شاهدتم رئيسا لمنتدى المنتدى الوطني للمنتخبين الديمقراطيين، وهذا اللقاء جاء من بعد واحد الشهور ديال العمل لتحضير هذا اللقاء. دائما هذه الاعمال ديال 6 شهور كانت ضمن واحد اللجنه تحضيريه اللي اشتغلنا على وضع قانون اساسي لهذا المنتدى باهدافه، واشتغلنا كذلك على اوراقه التوجيهيه. والهدف من هذا الامر هو انه اولا تمكين الحزب من استكمال يعني تنظيماته وهياكله اللي هي اساسيه، اللي من خلالها كيقوم بالدور ديالو في تاطير المواطنين والمواطنات، ومن خلالها كذلك كيأدي الدور ديالو، لانه هاد المنتخبين والمنتخبات هما اللي كيمثلوه داخل الجهات والجماعات، وبالتالي مطالبون هاد الناس باش يقوموا بالدور اللي من المفترض ان يقوموا به، وهو الاسهام قدر الامكان من باب يعني قناعة الحزب من خلال يعني البرنامج السياسي للحزب، أن يحاولوا داخل أينما وجدوا داخل جماعاتهم أن يسهموا في التنمية المحلية لهذه الجماعات ولهذه المجالات. فهذه من بين الأدوار التي تنتظرنا، وينتظرون كذلك عمل تنسيق فيما بيننا. فلكم كل الشكر والجزيل على هذه التغطية، وشكرا جزيلا.